أعوان مرتضى منصور هيتنازل عن قضية الرد يوم الثلاث. هيروح مرتضى منصور او لحد تبعه ويقول خلاص يا جماعه احنا تنازلنا عن القضيه ونقفل هذا الملف وتخلص القصه. طيب الحل ايه؟ قال لك الحل انه ممدوح عباس يصدر بيان يقول ان هو يعني اوكي من اجل مصلحه الزمالك، ومرتضى يطلع يقول ده من اجل مصلحه الزمالك. الاثنين عملوا كده. ليا صديق هقول اسمه اسامه ابو زيد بوضوح كده يعني. قال لي 1 2 3 4. قلت له نتراهن. قلت له زي ما انت عايز نتراهن. قال لي لا معلش المره دي تخسر الرهن. قلت له نتراهن. قلت له طيب اول حاجه الكلام ده كانت مكالمه اظن يا امبارح يا اول امبارح. قلت له اول حاجه السبت. يا خبر النهارده بفلوس يوم السبت يبقى بلاش. قال لي اشمعنى؟ قلت له رد المحكمه. قال لي لا رايحين وهيتنازلوا. قلت له يا عم الفيصل بيني وبينك موضوع رد المحكمه. اتنازلوا اللي انت عايزه يا عم موسى. مره نطلع ايه نتعشى نتغدى 75 قرش نقعد نضحك يعني كده. قلم جاف بتاع ده رهنا يعني عشان الناس هتلاقي دلوقتي يقول لك الرهان حرام وبتاع. ده رهان بالكلام بس يعني. ويعزمني اعزمك كده. النهارده كلمت اسامه. يا اسامه الاخبار ايه؟ قال لي لا ما الموضوع منتهي. قلت له يا عم هتخسر حاجه ما تسال في المحكمه. قال لي طب دقيقتين. قال لي اعمل لك تمثال ليه؟ قال لي مفيش حاجه. وتم التاجيل ليوم 17 ديسمبر. جد بقى قال لك ان مرتضى منصور اشترط ان ممدوح عباس يزوره في منزله، وممدوح عباس قال لك لا مش هزور حد في بيته. ما ينفعش. احنا اتفقنا على قعده تجمع ما بين عمرو الجنايني ومرتضى منصور وممدوح عباس. بس دي القصه. ولا كبار الزمالك ولا صغار الزمالك ولا حاجه من دي خالص يعني. ففاتت الفرصه الاولى النهارده لانهاء الموضوع، وهتفوت الفرصه الثانيه. قال لك يوم الثلاث هيحصل تنازل برضه مش هيحصل. والله اعلم. يا رب اطلع برضه غلطان. يعني انا بقول الكلام ده يا رب اطلع غلطان. انا لا اصل مش عارف مين ما رضاش يجي ومين مش عارف ايه، وانا قلت له ايه الايه وده قال لي يعمل ايه وده خلى ايه وسوى ايه والقصه ايه والحدوته بالشكل ده. فما تعرفش. ما تعرفش ايه اللي بيحصل. هم بيقولوا الثلاث هيحصل تنازل. نستنى النهارده السبت. فاضل الحد والاثنين الثلاث. هو كان يعني كان شوبير بيتراهن ان انت مش هتتنازل عن القضيه. ويمكن فاكر انت حضرتك يوم السبت انا قلت مستشار مرتضى ما بيقول كلمه ما بيرجعش فيها. فاكر؟ شوف انا شرفان يمكن ابقى خالد. بص شرفان ده انا قعدت في بيته قبل كده. خلي بالك اول ما يبتدي يعمل في صابعه كده ويلعب في مناخيره كده اللي هي المنفوخه دي. والنبي بلاش. لا معلش. لا هو بيطلعني كذاب. كابتن شوبير يا بيه والنبي يا خالد انت طيب. مستضيفني بقول الكلام ده على مسؤوليتي. ما بحبش على فكره يا شوبير اسمع بس. على فكره حنان مرات السواق اللي عملت لك اعتذار تحت ضغط كلمتني امبارح وشكلك هتيجي تاني. بص يا ابني انت قلت مرتضى منصور قبل كده مش هيقعدني في البيت لو تفتكر. وقعدت تعمل لي كده وانا عمرو اديب مع عمرو اديب وانا اتصديت لا قبل الحكم وانا اتصديت له وانا الوحيد اللي قلت. وخلي بالك ايام عمل ايه بقى؟ جابني وانا بهاجم سامح فهمي، وجابني وانا بهاجم زكريا عزمي، وجابني وبهاجم احمد نظيف، وجابني وبهاجم احمد عزي. خلاص ان هو يعني كان ساعتها النظام موجود. النظام موجود فانا بقيت اضحك. خلاص طب ايه رايك بقى كلهم دلوقتي في السجن يا عم شرفان يا استاذ الفاضل. عيب انه يراهن على نادي الزمالك. هو بيظهر مع انت مش جربت مرتضى؟ انا لا اشترطت او طبعا اتنازلت انت عارف يا خالد. انا لا اشترطت ان ممدوح بس يجي لي بيتي. بالعكس لما عمرو الجنايني وانت عارف علاقتك بعمرو لما طلب ان احنا نقعد مع ممدوح بس انا بتنازل لنادي الزمالك. انا رايي في موضوع بس زي ما انا مش هغيره. تمام. انا بتنازل صالح نادي الزمالك هديه في المئويه. فالنهارده الكلام يقوله دون انا مش عارف يعني اعصابه تعبانه وعمال يعمل لي في صوابعه هو كده. كان حاسس ان انت مش هتتنازل بس انت اتنازلت. لا هو ليه بص ما دام انت جربتني قبل كده وقلت لك ورحمه امك لقعدك في بيتك وقعدتك في بيتك 8 اشهر لغايه ما وليد دعبس جيت حايل عليا وانت قعدت مستني تحت البيت عشان تطلع لي ورفضت اقابلك. خلاص انت جربتني بقى وعرفت ان انا مر ولحمي مر. فانا مش فاهم. ثانيه واحده بس يا خالد. اولا عشان نطلع فاصل انا بس اتنازلت خلاص. هو وليه زيه كتير. عيب انك تتراهن على نادي الزمالك ب 75 قرش. نادي الزمالك ده اكبر منك ومني. ده اسمه نادي الزمالك. زي النادي الاهلي كده بالظبط. هو ومعاه مجموعه. انت عايز تطلع فاصل الاول؟ انا عايز اطلع فاصل لان انا عايز اكمل معاك وكاله الاهرام الاعلان وعايزين نكمل نخش في 9. بس انا عايز اكمل لانه انا مثلا اجيب لك النهارده واحد كاتب لي مقاله عمال يشتم فيا ويقول لك مرتضى تنازل
عشان يكسب الانتخابات في دايرته. يا ابني انا كلمت رئيس التحرير بتاعه، يا ابني انا كنت من عضو مجلس الشعب، والدوله هي اللي ظهرت ضد الانتخابات. النظام حبيبي ده بقى اللي انا بس انا بحترم نفسي، انا فارس. بعد كمال درويش ما سقط ما جبتش اسمه. حسني مبارك بيتحاكم، احمد عز بيتحاكم، شوف احمد عز عملت فيه ايه. خلاص واحد يا عم ده راجل مقيد الحريه الرجوله وهو موجود في السلطه. طيب. فيا عم احمد بص يا عم شرف انت عشان خاطري بلاش انا، عشان انت مجربني. طيب. انا قبل كده قعدتك في البيت 8 اشهر وجه وليد دعبس قاعد يقول وياكل وعياله ومراته والكلام يعني عشان خاطري بقى. ما تستفزنيش عشان انا ايه مش عايز احطك في دماغي. انا تجاوزت المرحله دي يا خالد وانا اديته درس قاسي. ليه بقى؟ لانه اخطا في حقي وافترى في القناه اللي كان فيها لغايه ما اتطرد من الحياه. عايز تمشي بقى انت فاكر ان محمد الامين اللي هو اشترى المودرن ولا شعره من راسي. هبتدي اقول الفلوس منين وهبتدي اقول بقى طب مين اداله الفلوس. انا مش هسكت طيب. يا عم شرفانطه اهدى شويه. على العموم هنطلع لفاصل اعلاني تاني ولسه عندنا حق الرد ومواجهات وفيديوهات كتيره جدا، ولسه هنتكلم في قضيه بتمس جمهور نادي الزمالك، قضيه وكاله الاهرام للاعلان والاعلان الاخير اللي جه لنادي الزمالك. كل ده بعد